بورش أعلنت عن السيارات التايكن الكهربائية الجديدة اللي هتنتجها الفترة اللي جاية. تعالوا نستعرضهم مع بعض واحدة واحدة. أولهم تايكن سبورت ليموزين. تصميم العربية لوحده قصة مش محتاجة الكلام كتير، ومش بس التصميم الخارجي، لا والداخلي كمان. كلمة هيخطفك هي الكلمة المناسبة للتصميم ده. العربية بتشحن شحن سريع في 18 دقيقة بس، وتقدر تمشي بالشحنة دي مسافة 678 كيلومتر. مش قد كده؟ طيب خد اللي بعدها، تايكون كروس توريزمو، بتصميم أقوى وأجمل كمان، ببصمة بورش اللي موجودة في كل مكان وكل تفصيلة خارجيا وكمان داخليا. حتى السقف البانوراما مع بورش هيبقى غير. العربية بقدرة أكبر بتوصل ل 70 كيلو وات، صاروخ أرض بينطلق من 0 ل100 في 2.4 ثانية بس. بجد واو. محتاج حاجة أقوى كمان؟ خد بورش تيربو جي تي بباكج وايسك. كل ما بتروح التصميم بيعلى أكتر، بيعلى الدرجة تخليك تسرح بخيالك من جماله. فيها مود اسمه اتاك مود بقدرة إضافية من 120 كيلو وات، وهي صاحبة الرقم القياسي كأسرع سيارة كهربائية على حلبة نور بورغرينج بزمن 7 دقايق و7 ثواني و55 جزء من الثانية. الخلاصة اللي نقدر نقولها إن بورش لما قررت تخش مجال السيارات الكهربائية ما كانش متوقع إنها تنتج مجرد سيارات كهربائية قوية وخلاص. بورش في حتة تاني لوحدها، ولما بتفكر فيها ما بتحطهاش في مقارنة مع أي حد. ليه ما بتكلمش على بورش كتير؟ لأن مفيش كلام كتير يتقال على شركة بتنافس نفسها.